ولاية وادي سوف من الأماكن اللي من بداية تخطيطي للرحلة حبيت أنها تكون من المحطات الرئيسية، ولكن لسوء الحظ أني خصصت لها ليلتين فقط، لأني مضطر أني أنا أكون في كل الجزائر حوالي 100 إلى 110 أيام، ولكن عملت حسابي أني أستغل كل لحظة في هذه الثلاث أيام أو الليلتين بأني قد ما أقدر أشوف أكثر قدر ممكن من الصحراء، كونها أول ولاية في الصحراء، أول مواجهة حقيقية مع الصحراء. وثانيا بسبب ضيق الوقت حبيت أني أول ما أدخل الولاية من بسكرة ومن بعد ما تم استقبالي من قبل سيد مدير سياحة في وادي سوف، وعلى طول اتجهت إلى فندق الغزال الذهبي. على طول انطلقنا إلى بعض الجمعيات الثقافية والتراثية، ورحنا منطقة قمار وشفنا الجمعية الثقافية في البلدية أو في المنطقة في قمار، وأخذنا لفة على بعض الفعاليات الثقافية بالأمس. ولكن الأجمل الأمسية والسمرة الليلية اللي كانت في فندق الغزال الذهبي مع فرقة بابا مرزوق، اللي أنا صار لي 9 شهور وأنا أسمع عنها. بتروح وادي سوف لازم تعمل حساب أن فرقة بابا مرزوق موجودة. والأجمل من الفرقة هو الوليمة الجميلة اللي كلناها باليدين وإحنا واقفين. هذه أشوفها في اليوتيوب وأشوفها في البرامج، لكن أول مرة كانت مفاجأة جميلة أني استمتعت في الوليمة الجميلة. والمواجهة مع الصحراء، المواجهة الحقيقية ولكن بدون ذرات. ها أنا اليوم في الصحراء محاط بالكثبان الرملية، وسعيد جدا أني عملت الكروز بالسيارة باللاند كروزر الفيكسار. وطبعا هذه يعني أنا شفتها قلت له أنا لازم أكون في اللاند كروزر لذكريات قديمة من المراهقة والطفولة. وعملت السكينج، التزلج بالبورد على الرمال، وقابلنا ايضا اللي هي السحليه الصغيره، هذه الصحراء، سمكه الصحراء. واتمنى اقابل الفينك، سمعت انه موجود الفينك، هو على اسم دراجتي، وان شاء الله ستكون امسيه جميله هنا. ولكن من سوء الحظ وحزين اني غدا اغادر وادي سوف، ولكن سعيد اني ساغادر مع ذكريات جميله جدا.